السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما في كل مكان. موقف حصل معايا من فترة، حابب ان انا اشاركه بصراحة معاكم. من المواقف اللي انا مش هقدر ان انا انساها. انا للي ما يعرفش برضو انا بلعب كرة طايرة وبحب كرة الطايرة بصراحة. وخضت فيها شوية يعني. كنت في فترة من الفترات بلعب في نادي بنها قبل ما اشتغل، بلعب كرة طايرة. فقعدت شهرين اتدرب معاهم، والحمد لله كنت ماشي معاهم بشكل كويس، في التزام في المواعيد، في اداء، الحمد لله. الحمد لله ماشي معاهم بشكل تمام يعني. فجه المدرب ساعتها قال موقف كده، يعني قال حاجة حصلت يعني ايه، ان رئيس النادي مش عارف ايه مشكلة كده، وما قدرش ان هو يسجلني في التدريبات والكلام دوت، وما قدرش ان هو يسجلني في الاتحاد بسبب ان الورقة بتاعتي ما اتمضتش. ويعني حوار كده انا بصراحه انا ما اقتنعتش بيه يعني. تمام. فالمهم يعني النهي يعني ان حمدي معلش انت مش هتبقى متواجد معانا السنه دي، وان شاء الله ممكن يكون السنه الجايه يعني يبقى ليك فرصه اكبر معانا يعني. فعديت جدا واتخنقت بصراحه، لان انا الحمد لله كنتش يعني مقصر يعني بشهاده من المدرب وبشهاده من اللعيبه. اللي هو انت، طب انت مثلا يعني انا شايف واللعيبه شايفه، وانت نفسك كنت بتتكلم معايا في يعني في الكويس. فالمهم يعني انا خلاص يعني ما عنديش اي قرار او ما عنديش اي كلام تاني ان انا اقدر اقوله بقى في ساعتها في الموقف ده ليه يعني، غير اني تقبلت الموقف. لكن انا كان عندي امل ان ربنا بيعمل معايا حاجه، اكيد في حاجه احسن، او اكيد في لهدف احسن او لخير يعني او كده. كنت الحمد لله الفتره دي منتظم في الصلاه وبدعي، وكل حاجه ماشيه تمام. فبعد فتره، يمكن بعد شهر تقريبا، النادي الاهلي كلمني، واحد شغال في النادي الاهلي بعت لي ان هم عايزين ناس يتوظفوا كده، وانا شايف يعني، ويبعت لي ان انا ايه اروح معاهم وكده. كنت ساعتها في الوقت ده كنت نايم. جت والدتي صحتني، قالت لي يلا روح، في وظيفة كويسة وبتاع. فأنا كنت في الوقت ده كنت لسه يعني دماغي بتودي وتجيب في الثانوية العامة والموضوع دوت، وذاكرت فعلا فيها شوية في الأول بقى خالص. ما صدقتش، قلت لها النادي الأهلي مين بس اللي يحتاج؟ هو النادي الأهلي ده النادي الأهلي يعني يحتاج مين بس؟ هو أنت تهزري؟ المهم قعد التحليف لا وانت تروح لازم تروح ومش عارف ايه، وفعلا وابن عمك بيتكلم بجد، وفعلا النادي الاهلي عايزه ناس يوظفهم وكده وروحوا. بصراحة ما اقتنعتش. لا 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 لا، ده اكيد مقلب او في حاجة غلط. انا مش مصدق. لا لا. بالعافية بصراحة. بالعافية. رحت يعني بعد مناهدات كتير، فلقيت الموضوع بجد. لا وفعلا بعدها ب3 ايام كلموني النادي الأهلي، كلمني ان انا اروح اشتغل في وظيفة. كانت من هدفي بصراحة ان انا مع الكورة اني اتوظف، لاني بصراحة بتساعدني بشكل كبير يعني. اتوظفت. المستفاد هنا ايه بقى؟ المستفاد انك انت يعني شوف سبحان الله، انا لو كنت لسه مكمل في النادي دوت، يبقى انا ما كنتش هاخد وظيفة زي كده، رغم ان النادي دوت هو مش مستمر معاك. يعني هو مش هيديلك كل شهر فلوس، لا ده هو فترة معينة اللي انت بتلعب فيها، وبعد كده انت خلاص مالكش اي جنيه خالص. المبلغ اللي بيدولك ما هوش كبير، مش اللي هو يعني يحققلك يعني او يظبط لك دنيتك. وقت ساعتها في الموقف دوت ان ربنا عمل معايا كده، وهو كان شاهد عليا وشايف انا كنت بتعب قد ايه وبجتهد قد ايه في التمرين، ولكن خدني من المكان دوت لمكان احسن بكتير، ومكان مداوم معايا بكتير. مش علشان بقى يعني مش عارف يعني، بس بصراحة يعني تشوف بقى يعني انت دلوقتي تعبت في حاجة وربنا ما ناولهاكش ليك، بس ناولك حاجة احسن. يعني ناولك حاجة احسن. المكان اللي انا فيه ده احسن بشهادة لعيبة وبشهادة اي حد يعني من المكان ده. فناولك حاجة احسن من اللي انت كنت فيها، مع اني انا كنت في الوقت دوت يعني اي حد كان مكاني ممكن يعمل كده. اللي هو من جواه يعني انا مش قادر ان انا انطق، بس يعني ليه يا رب يعني؟ انا يعني طب ما انت، انا بصلي طيب ويا رب بحاول اسمع كلامك على قد ما اقدر. الكلام ده داخليا ما حدش يمكن الكلام دوت يعني، مش هقدر انكره طبعا، ولكن طبعا مش خارجيا كنت بحاول ان انا اجاهد الحاجه ديت، لان ده غلط طبعا وحرام انك انت تعترض على امر اوامر ربنا
انت كل ما عليك انك بتعمل اللي عليك وبتسيب الباقي على ربنا. فسبحان الله انا اجتهدت في حاجة وتعبت وطلعت فيها كل ما عندي وكل طاقتي يعني ناس كتير ولعيبة ومدربين ناس تشهد على الكلام دوت. ورغم كده كل الظروف جت ضدي في الوقت دوت واتخذت من المكان دوت. ورغم كده حصل ان انا رحت مكان احسن بكتير. مع ذلك يعني ان انا لو كنت مكمل لسه يعني لا قدر الله في المكان دوت، انا كنت ساعتها ممكن ساعة التقديم مثلا في الوظيفة دي او كده، كان ساعتها ممكن يكون عندي تدريب، عندي ماتش. وانا زي ما قلت لكم ان انا ملتزم يعني. فالموضوع دوت لا ما كانش هينفع معايا. لو انا كنت بغيب ماشي كنت اقول لك ربنا كان ممكن يغيبني اليوم ده مثلا واروح. ولكن انا كنت بحب فكرة الالتزام جدا، وكنت بحاول ان انا اداوم عليها على اي وضع، ان انا عايز ان انا التزم في الحاجة دي. فسبحان الله ربنا وقفني مكان انا خدت حقوقي كاملة من المكان دوت بدون ذكر اسمه. انا والله ذكرت اسمه باين مش مشكلة عادي يعني. انا خدت حقوقي كاملة طول فترة الشهرين قبضتهم مرتبي كامل، مضحكوش عليا فيه. ولكن انا كان محزني ان انا كنت عايز اظهر وعايز اوري نفسي الناس يعني عايز يعني كان جوا طاقة عايز اطلعها يعني باور. ولكن ربنا بدلني بمكان احسن. فانا بشوف برضو حتة الثانوية برضو يعني بشوفها بالمنظور دوت. انت ممكن تتعب 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 علشان توصل لحاجة معينة وربنا يديلك حاجة تانية، وانت في الوقت ده مش هتدرك ليه انا تعبت في المكان دوت. انا حتى لو مش بتقول كده خارجيا او بشكل واضح، ممكن ده يكون بيحصل داخليا، ولكن انت بعد كده هتكتشف ان امر ربنا هو او اختيار ربنا هو احسن اختيار ليك. دي حصلت معايا انا اهو، طلعت انا بحكيها يمكن تطمن ناس كتير وتفيد ناس كتير، تخلي ناس كتير او طلبة كتير ان هم يصبروا يعملوا كل اللي عليهم في الحاجة اللي ربنا كلفهم بيها او اللي اتكلفوا بيها. والخير كده كده هيجي يا اما في الحاجة اللي انت بتعملها يا اما هيجي في يعني حاجة تانية هي خير ليك من الحاجة ديت. بس ودي كانت قصة كده حبيت ان انا اشاركها معاكم، وان شاء الله تفيدكم تستفادوا منهم وتستفادوا منها احسن استفادة ممكنة. كان معكم حمدي مجدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.